السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أصدقائي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال يا رب. كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين وبخير وأسركم طيبين وبخير، وربنا يدخل عليكم الفرح والسرور في الأيام المباركة اللي احنا فيها. إن شاء الله أقدم لكم النهاردة طريقة عمل الكحك بالطريقة العادية التقليدية بتاعة الأجداد والأمهات. فيلا بينا مع بعض نشوف الأسرار والتكات والحركات. أنا عملت 2 كيلو دقيق كحك، وهقول لكم على معايير الاتنين كيلو وعلى معايير الكيلو، بحيث اللي عايز يعمل كيلو يجرب فيه أو اللي عايز يعمل 2 كيلو. تمام. أنا عملته الكحك ده اللي هو بيتعمل بالخميرة. ما حطيتش عليه بيكنج باودر خالص. ان شاء الله في فيديو للكحك اللي هو بالطريقه بتاعه المخابز للي عايزينه، بس دي بالطريقه العاديه خالص اللي هي بتاعه الاجداد والامهات اللي هي الطريقه التقليديه. طبعا ده كحك معمول بالسمن البلدي السخن على الدافي. تمام. وادي اهو بوريكم شكل الكحكايه والنقشه. طبعا انا بعد ما بخلصه بحطه في السكر عشان يشرب منه، والكحكه طعمها بيتظبط لما بتقعد في السكر شويه، غير لما بتحط السكر فريش دلوقتي ويتقدم فريش. هقول لكم على كل حاجه واوريكم شكل الكحك وكل حاجه وازاي يوصل معاكم بالمستوى ده. واللي عايز الكحك الجاهز ان شاء الله في فيديو هنزله لكم ان شاء الله، هتشوفوا فيه طريقه عمل الكحك الجاهز. تمام. ودي الكحكه من جوه، الكحك بالملبن. بس نتكلم بعد ما قدمت القناه 30 ثانيه. مبدئيا هنقول بسم الله وما توفيقي الا بالله، علشان ربنا يحسن ما بين ايدينا ونبتدي. لازم نغسل الحاجه اللي هنشتغل فيها كويس قوي. فانا جبت السجاد بتاعتي وغسلتها كويس وجففتها على طول عشان ما تصديش. وغسلت الحاجات اللي هشتغل بيها، المنقاش والبصامه والطباعه، كل حاجه جاهزه ان هي تتغسل وتتنشف. الصواني دي كانت جايبهم لي حماتي هديه، ادعوا لها بالصحه وطولة العمر، وان ربنا يشفيها ويعافيها يا رب ويتم شفاها على خير. تمام. هنقول المكونات. مبدئيا انا استخدمت 2 كيلو من الدقيق. الدقيق اللي استخدمته دقيق فاخر متعدد الاستخدامات، استخراج 72%. انا جربت قبل كده ان انا استخدم دقيق الضحى، نشف لي الحاجه بتاعتي مطلعهاش طعمها حلو. وجربت ان استخدم الدقيق اللي هو متغلف في الورق الكرتون، برضو ما طلعليش الحاجه كويس، ما ريحتش او بالطعم او في الشغل، غير في الدقيق اللي هو متعدد الاستخدامات استخراج 72%. طبعا مش شرط اللون بتاع الكيس او مش شرط نفس الاسم، ولكن شرط عندي ان هو يكون مكتوب عليه من الامام او من الخلف استخراج 72%، طبقا للمواصفات القياسية رقم كذا لسنة 2005. تمام. اي كيس بقى اي اسم عليه الكلام ده هيكون معاكم النتيجة حلوة جدا والطعم حلو جدا. تمام. ممكن يكون الدقيق ده عادي وانت جبتي دقيق اغلى، بس الدقيق الاغلى ده مش هيطلع لك نفس النتيجه كويس. يعني انا جربت اجيب دقيق اغلى ما طلعليش نفس النتيجه كويس، فلذلك انا ثابته على ده عشان ده اللي انا جربته ومرتاحه معاه. طبعا انا استخدمت خميره دريم. الكيس ده 11 جرام بيرفع 2 كيلو دقيق. لو هتعملي كيلو هتستخدمي نصه اللي هو معلقه شاي صغيره. وده لازم تبصي على تاريخ الصلاحيه من ورا، لان تاريخ الصلاحيه ساعات بيكون منتهي، واحنا عايزين خميره يعني ايه تكون في داخل تاريخ الصلاحيه. عندي هنا سمنه 700 جرام، 700 او 750. ليه؟ لان انت لو عايزه الكحك ناعم بتستخدمي نص كيلو نص كيلو سمنه للكيلو، ولو عايزاه خشن بتستخدمي ربع كيلو. انا وسطته حطيت 350 جرام على الكيلو عشان يبقى وسط. وهنا عندي سمسم، وعندي كيسين فانيليا لان الكيس بيرفع كيلو، وعندي هنا خميرة ريحة كحك، وعندي هنا ملبن النص كيلو ملبن على 2 كيلو. لو هتعملي كيلو هتاخدي ربع كيلو ملبن عليه معلقتين سمنة بلدي عشان ينعموه ويكسروا الأجزاء بتاعته. وهنا عندي معلقة صغننة بشر برتقان على الخفيف بتديله ريحة ونكهة. وعندي معلقة جوز هند. طبعا معلقة جوز الهند وبشر برتقان ده حاجة خفيفة كده لازم احطها عشان تديني ريحة وطعم. اللي جرب الطريقة دي او جرب جوز الهند والبرتقان يعرف ان هما بيدوا ريحة حلوة. دي المكونات اهي قدامي. وادي شكل البصمات والطباعات هشتغل بيهم. 2 كيلو دقيق، 700 جرام سمنة بلدي، سمسم ني، ومعلقة صغيرة من ريحة الكحك البودر. وكنت هنا بغلي اللبن فمكنتش لسه حطيته. انا عارفة ان كيلو
الدقيق بياخد كوباية ونص من اللبن، فانا هنا عملت 3 كوبايات من اللبن. طبعا اللبن عندي سخن، كان لسه مغلي ولسه مفضياه، فهو سخن لسه بيطلع البخار بتاعه، وده انا حباه لان انا هسيح السمنة، يكون سمنة سخنة ولبن سخن واشتغل على طول. تمام. فركزوا معايا عشان حاجة تطلع كويسة. ده الملبن هرسته في بعضه مع معلقة السمنة البلدي علشان يبقى معايا زي كده اهو، يعني شايفين ملبن كده. تمام. ما يكونش فيه مرارة الموارد او تبان كده ان تيجي تاكلي الكحكة يبقى فيها اجزة ومرارة الموارد، فلازم تكسريها بمعلقة سمنة بلدي وتعملي كده كل كورة على قد حجم الكحكة. فلو انت عاملة مثلا كورة كبيرة او كورة صغيرة على حسب، عاملة كحكة كبيرة او كحكة صغيرة، فانت طبعا عارفة معاييرك وبتظبطيها. اول حاجة بجهز الملبن معايا ان انا اجهزه جنبي قبل ما اشتغل في العجينة. ادي كده الملبن جهزته واجهز معايا. دلوقتي بقى احط السمنة على النار علشان تسيح معايا. السمنة هي لازم تقدح، السمنة لازم تقدح، مش تسخن وتسيح وخلاص. ليه لازم تقدح؟ علشان تديني طعم الكحك اللي كنا بناكله زمان. لو انا سيحتها بس ما قدحتهاش فمش هتديني الطعم الحلو. عندي هنا 5 معالق كبار من السكر، 5 معالق كبار من السكر. لو هعمل كيلو هعمل معلقتين ونص او 3. تمام. هحط عليهم كيس الخميرة. لو هستخدم دلوقتي هاخد نص كيلو من نص كوباية من الحليب اللي انا غليه وهحطه علشان طبعا يفعل الخميرة، وهبتدي اقلبه كويس قوي قوي عشان ايه السكر يدوب معايا، لان السكر عادي اللي هو خرز، لو السكر بودرة هيدوب اسرع. فانا قعدت اقلب فيه شوية علشان يدوب، وانزل كده كل اللي في الجوانب واقعد اقلبه كويس جدا جدا كده مع بعضه علشان خاطر الخميرة تتفاعل معايا وتعمل فوم. تمام. وخلوا بالكم اللبن على السخن والسمنه على السخن. هنا ما احطش بيكنج باودر خالص، مادام شغاله بسمنه سخنه وشغاله بلبن سخن ما احطش بيكنج باودر خالص. بيكنج باودر بيتحط في لما اكون هعمل سمنه بارده، سمنه عاديه، سمنه مجمده. تمام. في ناس تحط معلقه من الخميره، معلقه من الخميره ومعلقه من البيكنج باودر، ما ينفعش، ده مش كحك ميكس. تمام. ده حاجه وده حاجه. هجيب هنا معلقة جوز الهند ومعلقة بشر برتقان، هحطهم في اللبن الدافي عشان ينزلوا العصارة بتاعتهم، واللبن ياخد الريحة والطعم بتاعتهم، ولما انزله على الدقيق يديها لهم. وطبعا محدش هيفهم معنى اللي انا بقوله الا لما يجرب الكحك بالطريقة دي، فهيفهم لما يجي يشم ريحة الكحك هيفهم معناه. تمام. عندي الدقيق اهو نخلته ونزلته عندي علشان اشتغل فيه. طبعا انا نسيت اقول ان انا حطيت كيسين الفانيليا على الحليب. ماشي. فانا حطيتهم اهم دلوقتي عشان يكملوا نفس الريحه. طبعا محدش بيحط اصلا فانيليا على الكحك، بس اللي هيجرب الطريقه دي هيفهم معنى انا عايزه اقول ايه. تمام. هنا هنروح بقى حاطين الدقيق بتاعنا. ماشي. ونحط عليه ريحه الكحك البودر، وريحه الكحك البودر معلقه صغيره خالص للكيلو، ما نحطش كتير لانه بيخلي ليه ريحة ولون، يعني اولا بيغمق الدقيق والعجينة، بيخلي ليه ريحة فزة، فمش بكترها، احنا نديلها ريحة بس عشان نقدر ناكلها بطعم حلو. السمنة عندي قدحت، هبتدي انزل فيها السمسم الني يتحمص جواها. لازم انزل السمسم الني يتحمص جواها لان ده اللي هيديني طعم الكحكة اللي انا كنت باكله زمان من ايد تيتا ومن ايد ماما والكلام ده. ماشي. فانا هنزل كده مفيش 5 دقايق وانتي متابعه، ما تسيبيش السمنه وتمشي، وانتي بتتابعيها مع التقليب كده هتلاقي ان لون السمسم بدأ يتغير ويتحمص، وهتلاقيه ان هو ايه اداكي لون يعني محمص كده. ما تحطيش سمسم محمص، حطي سمسم ني. سمسم الني بيبقى انضف، انتي بتجيبيه على ايدك وتحمصي، اما المحمص ده بيبقوا جايبينه بواقي الافران اللي بتبقى في الصاجات. ماشي. فانت هاتي حاجه نضيفه واعملي حاجه نضيفه عشان تبقي مرتاحه وانت بتاكليها. تمام. عندك اهو. تمام. شايفه دلوقتي معايا في الصوره باين ان السمسم اتحمص لونه اتغير وبقى ذهبي. ماشي. والسمنه بتاعتي قدحت. ما تقدحوش السمنه في علبه الصاجه بتاعتها، اقدحوها في حاجه ألمونيا او حاجه تيفال عشان خاطر ما تسودش. ماشي. عندي هنا الدقيق هنزل عليه اهو بالسمسم والسمنه المحمصين، بصوا اللون ذهب اهو، ذهب. هو ده الطعم بقى اللي احنا بنبقى عايزينه ومش عارفين ازاي نوصل اهو. وطبعا انا عامله كيلو دقيق حاطه له 350 جرام سمنه عشان يبقى وسط، ولا هو محطوط له 250 جرام فيبقى ناشف، ولا هو محطوط له 500 جرام فيبقى ناعم. لا، الوسط ده من ساعه ما جربته وانا مرتاحه فيه، جربوه وان شاء الله يعجبكم. انا هنا بنزل اهو بقيه السمسم المحمص معايا. ماشي. وادي الفوران اهو، السمنه بتفور على الدقيق.
انا كده تمام، عملت ايه؟ طعم كحك مظبوط. ماشي. دلوقتي اول ما ابتدي ان انا اشتغل بتبقى السمنه سخنه جدا، فانا مش هعرف ان انا ادخل ايدي فيها، فهدخل كده معلقه خشب في الاول ان انا ابرد السمنه وادمجها مع الدقيق. هبتدي ان انا اقلب بيها اللي هو ايه، بس يعني على ما تهدى وتبرد وابتدي احط فيها ايدي، مش هينفع ان انا احط ايدي دلوقتي خالص. تمام. بصوا السمنه لسه بتفور اهيت مع الدقيق. يعني انا كان نفسي تكونوا موجودين معايا عشان تشموا الريحه الفزه الجميله اللي طالعه دلوقتي. بفضل اقلب كده تمام لحد ما هي تبتدي بقى. بفضل مستمرة كده مع التقليب لحد ما احس خلاص ان انا اقدر احط ايدي اشتغل فيها. احط ايدي طبعا لو انت عندك ميكسر او عجان تمام ممكن تشتغلي فيه. انا بحاول ابسط الامور للناس البسيطه اللي ما عندهاش ميكسر او عجان، فبحاول اشتغل بايدي، وبحب ان انا اشتغل بايدي عشان احس بفرحه تحضير الكحك اصلا. ماشي. فانت لو عندك عجان هيبقى طبعا الطريقه او التحضير هيبقى اسهل من كده، ولكن انا بحب ابسط الامور للناس البسيطه اللي ما عندهاش امكانيات في ان هي تعملها باقل طرق بسيطة ممكنة في البيت أو بأقل حاجة متوفرة عنده. تمام. دلوقتي بقى خلاص أنا دلوقتي أقدر أحط إيدي، فدلوقتي هافضل أبِسّه كده. طبعًا مرحلة البَسّ إن أنا أبِسّه كده دي أهم حاجة، فبتاخد من 10 دقايق لربع ساعة إن أنا بافضل أبِسّ الدقيق ما بين إيديّا، باخده بالطريقة دي وأفضل أبِسّه كده لحد ما أنعّمه وأخلّي كل الدقيق يشرب كل السمنة وكلّه يبقى مفرفت معايا كده مرمّل، وأبقى ده اللي هيخلّي الكحكاية تبقى من جوّه حلوة وما تعجنش وإحنا بناكلها. تمام. كده أنا بعد مرحلة البَسّ بُصّوا بقت عاملة إزاي. أهي دي المرحلة اللي أنا عايزة أوصل لها. ماشي. أنا بسيت أهو، عدّى مرحلة 10 دقايق قعدت أبِس فيهم بإيدي كويس لحد ما العجينة كلّها اتشرّبت السمنة وبقت بالمستوى ده. في الوقت ده هابتدي أنزل باللبن الدافي اللي كنت حاطة فيه الفانيليا وجوز الهند وبَشر البرتقال. تمام. وابتدي إن أنا أقلّبه علشان أدمج كلّه مع بعضه. وهنا عندي الخميرة اهي تفاعلت وعملت فوم. هابتدي إن أنا دلوقتي يعني أقلّبها كده وأنزّلها علشان خاطر إيه، تنزل كلّها وأشتغل إيه، أبتدي إن أنا أعجن الكحك. باقلّب كويس عشان لو في أي رواقد أو رواسب وأروح نازلة بيها. وهنا بابتدي إن أنا أقلّب بإيدي عشان خاطر أشرّب العجينة السوايل اللي دخلت. تمام. طبعًا في دقيق عن دقيق، يعني ممكن في دقيق يتقبّل سوائل زيادة فيبقى محتاج شوية سوائل زيادة. ماشي. وفي دقيق خلاص بيبقى كده اكتفى. طبعًا إيه دي بتختلف من دقيق لدقيق، يعني الدقيق بتاعي مش زي الدقيق بتاعِك. تمام. فإحنا بعد ما نخلّص العجينة برضه هنعمل لها تيست واختبار، فلو احتاجت سوائل هنحط، ما احتاجتش خلاص. تمام. أنا هنا قعدت أدخّل كده إيدي وأشتغل في العجينة لحد ما العجينة شربت كل السوايل بعد ما عجنتها كويس وبقت معايا بالشكل ده. تمام. فأنا دلوقتي إيه، هابتدي إن أنا أعمل لها مرحلة الاختبار، أشوف هي محتاجة سوايل أو محتاجة إن أنا أزود لها سمنة. تمام. فأنا أهو وأنا باعمل أهو في العجينة حسيت إن فيها تشقيقة خفيفة، يعني وأنا شغالة كده حسيت إن فيها تشقيقة خفيفة، فرحت مزودة معلقتين من السمن. تمام. ورجعت عجنت ورجعت عملت الاختبار لقيتها خلاص تمام ظبطت مفيش أي تشقيق. فأنا كمان زودت معلقة سمنة أو معلقتين، معلقة كبيرة أو معلقتين وسط يعني. تمام. لأن حسيت إن فيها تشقيقة خفيفة ورجعت عجنت تاني وعملت الاختبار لحد ما بقت زي الملبن في إيدي ومبقتش بتشقق خالص. أنا مش هسيبه يخمر، أنا هشتغل على طول لأن أنا عاملة كل حاجة على السخن، ودي خميرة فورية مش خميرة بيرة بيرة، فأنا هشتغل على طول. لو خميرة بيرة بيرة هستنى شوية. دي دلوقتي بعد ما عملت الصاج الأولاني ودي النقشة أهي، خلّصت ونقشت كده النقشة مش هتروح، لو أنتِ سِبتيه يخمر النقشة هتروح وينفخ وهتلاقيه اسوَد وطعمه وريحته بقوا غريبة. تمام. فأنتِ ما تسيبيهوش يخمر، على طول خلّصتِ العجينة سيبيها ترتاح 10 دقايق بس على ما تجهّزي الصاج والمكان اللي هتشتغلي فيه، وابتدي اعملي الكحك وابتدي على طول إن أنتِ اخبزيه. طبعًا ده أول صاج أهو. طبعًا خبزته على نار متوسطة 180، هي ما كانتش 180 هي كانت 175 أو 170 لمدة من 25 دقيقة ل30 دقيقة. طبعًا أنتِ بوتاجازِك غير بوتاجازي، يعني أنتِ لو عندِك أنبوبة هيستوي أسرع، أنا عندي غاز طبيعي. تمام. فأنتِ راعي النار تبقى على الوسط، تحطيه في النُص. ماشي. وإن النار تلِف في البوتاجاز بتاعِك وإن هو تتنِّك معاه لحد ما يستوي. لو استوى من تحت ومن فوق لسه أبيض ممكن تولّعي عليه الشواية شوية. أنا بالنسبة لي ما احتاجتش ليه؟ لإن هو استوى من فوق واستوى من تحت. بُصّوا التسوية من تحت عاملة إزاي ومن فوق عاملة إزاي. تمام.
طبعا انت بتطلعيه، هو لما بيهدأ لونه بيغمق شويه، انت بتقولي ده لسه عايز يحمر تاني، لا هو انت لما بيهدى شويه بياخد بقى لونه الحمار بتاعه ويخ. لو انا غمقته عن كده هيغمق قوي. فانا بحب الكحكه كده تبقى مظبوطه وفاتحه منوره في العين كده. تمام. عند الكحكه بصوا من الجنب حته ملبن طلع شويه، بس مش مشكله، مسحتش بهدلتش الدنيا عشان انا حاطه عليها ايه، حته سمنه ولمها وعجنها كويس. هادي اول صاجه اهو طلع معايا. هسيبه يهدى ويبرد، وبعدين عندي الصينيه بتاعتي ديت، هبتدي انزل فيها الكحك علشان خاطر يهدى ويتهوى قبل ما اعبيه. ادي شكل الكحك بعد ما هدي وتهوى، ادي لونه وادي شكله، ادي اول صاج انا وريتهولكم. طبعا هو لما بيهدى شويه بقى بيبان حلاوته وبيبان جماله وبيبان لونه الطبيعي. تمام. واحده واحده بقى اطلع الصاج ده، ادخل الصاج ده. ماشي، النقشه ما ضاعتش اهي. طبعا ده ايه، ده الصاج التاني اهو. ماشي، الاولاني تحت منه اهو. انا هاخد الصاج ده اخبزه. ما تسيبوش الكحك يخمر 10 دقايق بس، هتجهزي حاجتك وتشتغلي على طول وتخبزي على طول. ما تسيبوش حتى بعد ما تنقشيه ان هو يرفع، لا، لان دي خميره يعني فوريه بتبقى فعاله مع حاجات سخنه، فما ينفعش. وما تحطيش بيكنج باودر مع الخميره، ده لوحده وده لوحده. ادي الكحك اهو. ده تاني صاج. ماشي، بوريكم التسوية بتاعته، لان الفرن بقى خد حرارته. لا، اول صاج ده بيكون لسه الفرن ما خدش حرارته كويس، تاني بقى صاج وتالت صاج بيكون الفرن خد حرارته بقى، بيبتدي يظبط معاكي بقى ايه الاداء. ادي اهو. تاني ايه واحد. هنا انا كنت خلصت كل كمية الكحك، ماشي، ونزلتها اهو. كنت بوريها لكم اهي، شوفوا شكلها بعد ما انا ايه خلصت الخبز. دي كمية اللي طلعت عندي من ال2 كيلو. الكام واحدة دول طبعا ايه ما تبقى لهمش ملبن، فعملتهم ايه كحك كده اللي هو بيبقى مخروم من النص ده، عشان يبقى معروف ان دول اللي هم كحك ما فيهوش ملبن. لو انت هتعملي كيلو دقيق بياخد ربع كيلو ملبن، لو انت هتعملي نص 2 كيلو دقيق بياخد نص كيلو ملبن. نص كيلو يا دوبك جمعة ال2 كيلو بس، تبقى 4 5 وحيد اللي هو الكحك المخروم ده. تمام. هنا بقى انا هسيبه بقى يهدى كده ويبرد، وابتدي ان انا اعبيه بعد ما يكون خلاص هدي وبرد من الحرارة. طبعا الصينية اللي عندي دي كبيرة، الصينية اللي هي بتبقى كبيرة قوي، مش عارفة انتوا هو يعني حجمه باين ولا لا. ماشي. انا دلوقتي هبتدي ان انا اسيبه يتهوى لحد ما حرارته تطلع خالص، يعني اسيبه ساعة ساعتين كده. وابتدي ان انا ايه اجهز عشان خاطر ايه ان انا اعبيه في كيس جوه كرتونة، وابقى جاهز كده بالسكر وكده. تمام. هنا اهو خلاص برد وارتاح وكده ولونه بقى تمام وكويس. فانا دلوقتي بقى جبت الكرتونة والكيس علشان خاطر ان انا ايه ابتدي ايه ان انا اسكره واعبيه يبقى جاهز وكده. طبعا لما بتسكريه وتسيبيه مدة وبعد كده بتقدميه بيبقى طعمه احلى من ان انتي حاطه سكر يعني دلوقتي حالا ناوي يعني. ادي كيس اهو حلو معايا، وادي كرتونة كانت عندي كنت جايبة فيها الزبدة. ماشي، فشيلتها علشان احط فيها الكحك، يعني كنت عارفة ان انا هعمل الكحك واشيله فيها وكده. خلاص. طبعا جبتها اهو، وكنت ضربت سكر بودرة. اول حاجة برش كده تحت في الارض راق سكر بودرة، وببتدي احط عليه الكحك واحط في رشة فوق منه اهو. رشيت تحت راق سكر بودرة، واول راق من الكحك ورشيت فوق منه، وراح رصة طبقة كحك وارش فوق منها. كل طبقة برصها بحط فوق منها رشة. هو بعد كده بيشرب من السكر، وبعد كده يعني هما الاتنين بيعملوا ماتشنج مع بعض، بتلاقي الكحكة طعمها هدي. طبعا لما اسوي الكحك النهارده طعمه ما بيبانش، بيبان تاني يوم او تالت يوم، وكل ما يقعد في السكر طعمه بيبقى احلى، يعني بعد 10 ايام بيبقى احلى بعد. تمام. فكل ما نجهزه صح من الاول بيبقى مع المدى بنخليه طعمه بيبقى حلو. دي كده خلاص النهاية. انا كده خلاص حطيته كله، خلصت كل الكمية بتاعتي وعبيتها جوه الكيس بتاعي وسكرتها. هبتدي دلوقتي ان انا اقفل عليها كويس او الكيس والكرتونة، وكده اكون خلصت وصفتي. اشوفكم في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.